لقد هاجم صلاح الدين قلعة طبرية واستولى عليها. لقد أرسلت إلى زوجتي وأبلغتني بأنها محجوزة هي وابنتي بداخلها هناك. إذن يجب علينا الزحف إلى طبرية وضرب قوات صلاح الدين والقضاء على جيش المسلمين هناك. لكن هذا قرارا خاطئا وخطير. إنه فخ ينصبه لنا صلاح الدين، فهو يستدرجنا لأرض مفتوحة لا يوجد بها ماء ولا مرعى لخيولنا، وسيتمكن من هزيمتنا والقضاء علينا. يا لك من جبان يا ريمون. يجب علينا التحرك فورا لنسترجع القلعة من قبضتهم. أنا لست جبانا يا أرناط. إنه يعرف بأن عائلتي هناك، وإننا سوف نعقد مجلس حرب ونذهب خلفه لتحرير طبرية. ولكنني لن أذهب إلى هذا الفخ بنفسي لتحرير زوجتي وابنتي، فهو يعاملهم أحسن معاملة. إنها أرضنا ونعرفها خير المعرفة، ولا يستطيع هزيمتنا عليها. أقسم لكم بأنها خدعة من المسلمين، وأن ما تخططون له هو بمثابة الانتحار، فبالتأكيد أنه قد خطط لكل هذا لكي يقضي علينا وعلى الحملة الصليبية. وماذا تقترح يا ريموند؟ أقترح بأن نبقى هنا في أماكننا الدفاعية، فسفورية تشكل موقعا استراتيجيا ممتازا يصعب المهمة على أي جيش يهاجمنا. أيها الجبان الخائن، أنت تريد هزيمتنا أمام المسلمين. كفاه، فلتكن تلك نهايتك يا صلاح الدين، فهذا ما كنت أسعى إليه منذ زمن. أيها القادة، جهزوا الجيوش للذهاب إلى صلاح الدين في طبرية. ايه اخبار جيش الصليبيين يا صبر؟ وصل لك معلومات من خيالة الاستطلاع اللي بعتناهم ولا لسه؟ السلطان صلاح الدين الايوبي ده طلع معلم. جيش الصليبيين اكل الطعم وساب قلعة سفورية واتحرك في الشمس والحر وجايين على هنا. قد حصل المطلوب واكتمل المخطوط. احنا بفتحنا الطبرية اجبرناهم انهم يتحركوا بمعداتهم ودروعهم المسافة دي كلها، وعقبال ما يوصلوا هيكون جنودهم مرهقين ومش قادرين يحاربوا حتى. هما الآن على بعد أميال من أي مصدر للمياه، ولا يوجد على طول طريقهم إلا بحيرة طبرية التي نعثر عندها هنا الآن. ولقد نفذنا تعليماتك وأشعلنا النيران في كل الأعشاب المحيطة بطريقة، والهواء يحمل الدخان ويملأ الصحراء. لا يرون شيئا ولا يستطيعون التنفس. مسترسلين، انتبه، لقد اقترب العدو من معسكراتنا، يجب أن ننفذ خطتنا حالا. طب على بركة الله، يلا يا صبر. جيش جناح الميسرة هيكون تحت قيادة، وجيش الميمنة تحت قيادة، وانت يا صوفيا في قلب الجيش. ما تسيبيش السلطان صلاح الدين، خليكي جنبه وساعديه بكل تكنولوجيات. سمرة جاي لكم يا صليبيين.